مستعدين تسمعوا قصة تجمد الدم في العروق؟ دي قصة سفاح مرعب كان بيدور في كلية الطب وبيرتكب جرائم محدش كان بيتخيلها. تعالوا نغوص في التفاصيل ونعرف ايه اللي حصل بالظبط مع محمد آدم سفاح مشرحة كلية الطب في صنعاء. جاهزين معانا نعرف الموضوع في القصة الكاملة؟ يلا. محمد آدم السفاح بعد ما قتل أكثر من 16 ضحية من ضمنهم 11 طالبة في كلية الطب، استخدم مواد كيميائية عشان يذيب العظام ويدوب اللحم ويطمس معالم الجمال ويحمض الأجزاء الداخلية بعد نزعها من الجثث. محمد آدم اعترف بقتل 11 امرأة في السودان و56 فتاة في صنعاء من ضمنهم 11 طالبة في كلية الطب، لكن التحقيقات كشفت عن 16 ضحية بس وتم تقديمه للمحاكمة بتهمة قتل فتاتين فقط. التحقيقات الجنائية كانت مجنونة وغير مسبوقة، المحققين استخدموا أفخاخ وخدع استثنائية عشان يوقعوا محمد آدم، لدرجة إن هم خلوه يتعاطى الخمر من قبل شريكين ليه في الزنزانة اللي كانوا في الأصل ضباط تحقيقات. كشف كل ده عن أحداث ومغامرات وحشية تقشعر لها الأبدان. احنا هنا هنكشف ليكم اللحظات الأخيرة لكل الفتيات اللي قتلهم السفاح، ازاي عمل كده وازاي والدة الطالبة العراقية زينب أوقعت بيه. زينب كانت السبب الرئيسي في قطع سلسلة الدم اللي كان شغال فيها محمد آدم، وكمان قصة عشيقته ياسمين اللي اتوعدت بفتحه قبل ما تكون آخر ضحاياه. محمد آدم عمر إسحاق مواطن سوداني من مواليد منتصف أربعينيات القرن الماضي، طفولة عادية ما عكرهاش غير كارثة واحدة بس، وهي إن والدته اتعرضت للاغتصاب قدام عينيه. شاف والده وهو بيقتل المغتصب وبيقطعه ويدفنه في الباحة اللي هو ورا البيت. كبر محمد آدم واتجوز امرأة سودانية عاش معاها أكتر من 10 سنين من غير ما ينجب أطفال. بعد كده اتجوز زوجته التانية اللي أنجب منها طفلين وبعدين طلقها. كان محمد آدم بيشتغل مغسل أموات، وبسبب خبرته في المجال ده اتوظف في إحدى الجامعات السودانية كمساعد فني أو مساعد طبيب مسؤول عن المشرحة، لأنه ببساطة كان بيعرف يتعامل مع الجثث وعنده خبرة. 1995 تم توقيع عقد عمل محمد آدم مع كلية الطب في جامعة صنعاء كمساعد طبي ومسؤول فني عن المشرحة. انتقل لليمن. كل الناس كانت بتقول ان هو كان راجل ودود ومتعاون وكان بيقضي معظم يومه في المشرحة بيساعد الطلاب من غير اي اجر اضافي، ده خلى الطلاب يثقوا فيه جدا. ما بين 1996 الى 2000 كان فيه وحش بيعيش بين الطلاب، وربما فرد من مجموعة اكبر قامت بقتل العديد من الفتيات داخل الكلية وفي المشرحة اللي كانوا بيروحوا يذاكروا فيها. بدأت القصة في منتصف ديسمبر 1999 تحديدا في شهر رمضان مع طالبة عراقية في كلية الطب اسمها زينب. زينب راحت للمشرحة عشان تاخد جمجمة بلاستيكية تذاكر عليها. قبل ما تدخل كلمت أمها وقالت ليها إن هي قدام باب المشرحة وهتاخد الجمجمة من الأستاذ محمد آدم وأول ما تخرج هتكلمها تاني، لكن الفتاة ما اتصلتش تاني واختفت. أم زينب راحت قسم الشرطة وبلغت إن بنتها اختفت داخل كلية الطب، لكن الرد كان مخيب للأمل، وقسم الشرطة قال لها إنها تتأكد من الوضع الأول. الأم ما استسلمتش، رجعت تاني يوم للكلية والمشرحة. بدأت رحلة البحث. بعد فترة من الإلحاح وافقت الشرطة تدخل المشرحة، لكن التفتيش كان عشوائي وغير محترف وما لقيوش أي حاجة مثيرة للشك أو الريبة. الأم فضلت في دوامة 5 شهور بتبحث عن بنتها في كل مكان. بعد انتهاء السنة الدراسية ومحمد آدم كان على وشك السفر للسودان، الأم راحت لقسم الشرطة تاني واقتنعت تروح للنيابة العامة. هناك بدأت الأمور تتحرك. اتجه فريق من المحققين للمشرحة، اكتشفوا كميات هائلة من الديدان في المجاري تحت المشرحة، وده كان دليل على وجود أجساد بشرية تم التخلص منها. اليوم الثاني محمد راح المطار علشان يسافر، لكن تم القبض عليه وتحويله للبحث الجنائي. بدأت تتكشف خبايا القصة المهولة اللي هتبقى واحدة من أكبر التحقيقات الجنائية في تاريخ المحققين اكتشفوا حاجات تشيب ليها الولدان.
في المشرحة ومع بداية التحقيقات حضرت أم زينب وأختها للبحث الجنائي. لاحظ أحد المحققين إن أخت زينب تشبهها تماما، ودخلوا بفخ داهية للسفاح لأن السفاح كان ذكي جدا. محمد آدم أنكر كل حاجة، لكن المحققين ضغطوا عليه بطريقة غير مباشرة لحد ما بدأ يعترف. اعترف بقتل 56 امرأة في اليمن و11 في السودان. تفاصيل الجرائم كانت مرعبة، من خطف الفتيات واغتصابهم وقتلهم بطرق بشعة. المحققين استخدموا حيلة أخرى، دخلوا محمد زنزانة مع 2 مجرمين خلوهم يشربوا خمرة لحد ما فقد السيطرة على حواسه وبدأ يعترف بالتفاصيل. بعدها أخذهم للمشرحة ووراهم الأماكن اللي دفن فيها البنات أو اتخلص من أجسادهم. محمد آدم اعترف بقتل 51 سيدة في صنعاء، لكن ما تم إثباته في التحقيقات كان 16 ضحية. المحققين بذلوا جهدهم، لكن يبدو أن في تلاعب أو تستر على الحقائق من مسؤولين أكبر من محمد آدم. تم تنفيذ حكم الإعدام بحق محمد آدم في ساحة مسبح جوار الجامع أمام تقريبا 30,000 متفرج. تم ربطه بالعمود وجلده حوالي 80 جلدة حد شرب الخمر، وبعدين أطلقوا عليه 3 رصاصات في القلب من الخلف، لكنه ما ماتش فورا. تم إطلاق رصاصتين إضافيتين تاني لحد ما فارق الحياة. أما الدروس المستفادة هي أهمية اليقظة والأمان الشخصي. القصة دي بنستفيد إن الناس لازم تكون حذرة ومتيقظة، لازم يبقى فيه وعي بالأمان الشخصي، خصوصا في الأماكن اللي ممكن تبقى معزولة أو غير مأهولة ومحدش يدخلها بالساهل. أما بالنسبة لدور القانون والشرطة، القصة بتوضح إن دور القانون والشرطة مهم جدا في حماية المجتمع. لازم يتم التعامل بجدية مع البلاغات، خصوصا في حالات الاختفاء والتأخير في التحقيق ممكن يكون له نتائج كارثية زي اللي حصل لزينب. عدم الاستسلام في البحث عن الحق. الأم العراقية اللي فضلت تبحث عن بنتها زينب لمدة تقريبا 5 إلى 6 شهور اتعلمنا منها إن إحنا ما نستسلمش، والاستسلام مش خيار. الإصرار والمثابرة ممكن يجيبوا حق الضحايا ويكشفوا الجرائم. أما بالنسبة لأهمية التعاون بين الأفراد والسلطات، التعاون بين الأفراد والسلطات ضروري جدا جدا جدا. لو ما كانش فيه تعاون بين الأم والشرطة، الجريمة ديت ما كانتش هتبان أصلا وكانت هتفضل مستترة، ولازم الناس تثق في السلطات وتبلغ عن أي حاجة مريبة. أما بالنسبة للحذر من الأشخاص الغريبين، الثقة العمياء في الناس حتى لو كانوا بيبدوا ودودين ومتعاونين ممكن تكون خطر. القصة بتعلمنا اننا لازم نبقى حذرين من الاشخاص الغريبين ونحاول نتأكد من نواياهم، ما يهمناش مظهرهم الخارجي. اما بالنسبة للتأكد من سلامة المؤسسات التعليمية، المؤسسات التعليمية لازم تكون على درجة كبيرة جدا من الأمان والتنظيم وتركيب الكاميرات. لازم يتم التأكد من ان كل العاملين فيها موثوقين وما فيش أي تجاوزات أو فساد في الجانب التعليمي. عدم التستر كمان على الجرائم لازم تتحقق بشكل كامل وما بيبقاش فيه أي تستر على الحقائق. التستر أو التلاعب بالحقائق ممكن يؤدي لنتائج كارثية ويضيع حق الضحايا. وإلى هنا خلصت قصة محمد آدم سفاح السودان، وكيف ان هو ارتكب كل الجرائم ديت. بالعكس كانت اشياء فظيعه ما نقدرش نتكلم فيها حاليا، بس عرفنا المغزى من القصه. واشكركم، يا رب تكونوا بخير دايما ان شاء الله على وعد بقصه جديده ومعلومه جديده.